كابتن وائل، عايزين نعرف رأي حضرتك في مستوى الأداء في الدور الأول واستعداداتكم في المنطقة لبداية الدور الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الدور الأول الحمد لله تم بنجاح. قد يكون النهاردة آخر أسبوع لمباريات الدور الأول. أنا النهاردة عايز أشكر الجميع، دايما رؤساء مجالس الإدارة رؤساء القطاع، مدربين، لعيبة. الحمد لله الجميع كان مشترك في نجاح الدور الأول بالالتزام من الجميع كان ملتزم حسب ما كنا متفقين. النهارده الحمد لله بنوصل لنهاية الدور الأول بلا أدنى مشاكل، والحمد لله كلنا روح كل بورسعيدي رجعت بانتهاء الدور الأول، وإن شاء الله هيكمل بنهاية الدور الثاني بإذن ربنا. عايز أشكر النهارده جميع من ساعد في نهاية الدور الأول بنجاح. احنا ما بخلناش بأي جهد، احنا مستمرين، عندنا الحماس، عندنا الإصرار ان احنا بإذن الله دوري الناشئين يكمل بإذن الله بالنجاح اللي كل بورسعيدي بيأمل ان هو ينتهي إليه. أما عن بداية الدور الثاني، إن شاء الله احنا في المنطقة بدأنا نستعد لبداية الدور الثاني، بدأنا نضع الجداول بتاعتنا. الدور الثاني بإذن الله هيبدأ من يوم 20 يناير. نتمنى إن شاء الله نهاية الدور الثاني بنجاح. بعد نهاية الدور الثاني بإذن الله في اشتراك مع منطقة إسماعيلية من خلال دوري القناة، نادي القناة، نادي الإسماعيلي، نادي الشهداء، نادي الكهرباء. الجميع عرض الاشتراك مع منطقة بورسعيد في إعادة دوري القناة، وإحنا في صدد التنظيم بإذن ربنا. تنظيم دوري القناة يبقى من خلال منطقة بورسعيد. في إجازة نصف العام بإذن الله برضه ده يبقى الناس وأندية بورسعيد لازم تعرفوا، في إجازة نص السنة في مهرجان ل 2002 و2003 بالاشتراك مع منطقة إسماعيلية. نادي الإسماعيلي ونادي القناة هيشرفونا ببورسعيد، هنستضيفهم، هيبدأوا ينظموا معانا المهرجان لمواليد 2002 و2003. منطقة اسكندرية عرضت من خلال رئيس منطقة اسكندرية ودكتور ميمي عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين في نادي سموحة، عرض إقامة مهرجان أيضا 2002 و2003 على ملاعب سموحة. إن شاء الله بصدد برضه التنظيم مع منطقة اسكندرية. لازم بإذن الله كلنا نشترك في عودة النشاط بشكل كامل. عاد النشاط، مش هنقدر نقول ما عادش، ولكن عايزين نعود بشكل كامل. عايزين نصدر فكرة إن بورسعيد آمنة، إن بورسعيد رجعت زي الأول، إن روح كل رياضي عادت من جديد. النهارده الناشئين بيلعبوا، الحمد لله النادي المصري بنبارك لبورسعيد كلها على عودة النادي المصري للدوري الممتاز. أيا كانت نتيجة المباراة الأخيرة كلنا كنا سعداء واحنا بنشوف النادي المصري. كنا الأيام الأخيرة كنا قلقانين من عودة النادي المصري أو عدم عودته، ولكن عودة النادي المصري عادت بيها روح لكل بورسعيدي. بنكمل إن شاء الله المشوار. دوري الناشئين كامل بإذن الله، هيكمل الدور الثاني، بعديه دوري القناة. وعايز أبارك لكل بورسعيدي على نهاية الدور الأول، وأبارك لكل بورسعيد على نهاية الدور الثاني وإقامة دوري القناة بإذن الله. متشكرة جدا وبالتوفيق.